أول مرة أركب طيارة. أكتر من نص سكان الكرة الأرضية عمرهم ما ركبوا طيارة، عشان كده قررت أشارك معاكم أول تجربة طيران ليا. شعور جامد جدا. أول مرة في حياتي أركب طيارة. ده كده كرسي الطيارة، حظنا قاعدين جنب الشباك. بعدها مضيفين الطيران بدأوا يشرحوا تعليمات السلامة. نقفل بقى الحزام. حسيت بشعور غريب ومش عادي وأنا شايف الطيارة العملاقة دي في السماء. الطيارة بدأت تطلع. صوت الطيارة بدأ يعلى والضغط الجوي بدأ يقل. ما كنتش مصدق إني بطير. وبعدها شفنا القاهرة من فوق، مصر كلها منورة تقريبا. وبعد شوية وقت عدينا السحاب. اللمبة دي بقى لما بتطفي تقدر تفك الحزام عادي. ده بقى الحمام. وكل راكب بيبقى قدامه شاشة يقدر يستخدمها، بيبقى فيها أفلام ومسلسلات عربي وأجنبي، وكمان برنامج ملاحة بيعرض تفاصيل الرحلة لحظة بلحظة. دلوقتي السؤال المشهور، بيف ولا تشيكن؟ اخترنا تشيكن. والله الأكل طعمه حلو قوي. دلوقتي الطيارة بتعمل لاندنج. هنشوف لما تخبط الأرض إيه اللي هيحصل. أنا عرفت إيه اللي بيحصل. وبس كده، دي